انت مؤمن؟ طبعا. اهو ده عيبك. ليه؟ عشان المؤمن دايما مصاب. فعلا انا طول عمري مصاب. مصاب بايه؟ بالفقر والديون. تصور اني مش قادر اشتري عجله لابني، بسكليت قديمه سكند هاند تمنها 6 جنيه مش قادر ادفعها. ما يكونش عندك فكره ابدا. كله يهون. بكره الفقر يروح والديون تتسدد وابنك هيكون عنده بسكليته مش سكند هاند ب6 جنيه، جديده نوفي ب13 جنيه. منين ده؟ انا قربت اكفر. لا لا، انا مش عايزك تكفر، انا عايزك تؤمن بيا انا. اؤمن بيك انت؟ ليه؟ انت مين؟ بعدين هتعرفني. امتى؟ لما اقدم لك الدليل المادي. اطمن، خلاص انا لقيت لك الحل اللي هينولك الثروه اللي انت عايزها. انت عايز الثروه، انت بتجري ورا الثروه. ادي ثروتك في ايدي. ازاي؟ مش فاهم. تمضي على الاتفاق تلاقي الثروه في ايدك. اتفاق؟ اتفاق ايه؟ أنا مش هديلك فلوس، انا هطلعك على سر تشتغل بيه. السر ده هو مفتاح الثروه. انت دكتور وتعرف ان الحياه مكتوبه ومحدده بالاجل. اللي مكتوب له انه يعيش هيعيش، اما اللي اجله انتهى فخلاص انتهى. اللي مكتوب له انه يعيش كوبايه ميه تشفيه، اما اللي اجله انتهى فهتلاقي مكتوب على وشه الموت. بص لي هنا، هتشوفه زي ما انت شايفني دلوقتي. شايفني؟ انا مش عارف ارد لك جميلك ده ازاي. امضي على الاتفاق، امضي وانت ترد لي الجميل وتكسب الثروه كلها. امضي، مفيش وقت. مفيش وقت؟ ليه؟ هي الساعة كام؟ ياه، دي الساعة 3 بعد نص الليل. لكن قول لي، انت جيت ازاي؟ ومين فتح لك الباب؟ انا ما بستعملش ابواب ولا شبابيك. انت الشيطان. نبيل،